يسعد أوقاتكم. شو القصة، شو الحكاية، شو اللي عم بيصير، شو سبب هاي الفتنة اللي صارت من يومين بمنطقة جرمانة. الحقيقة كل هاي القصص وكل هاي الحكاية لحديت هلأ السبب الحقيقي وراء هاي القصة، يعني المسبب بهاي القصة لحديت هلأ ما نعرف. بس القصة باختصار هي كانت عبارة عن تسجيل صوتي. بداية القصة كانت عبارة عن تسجيل صوتي انتشر حسب ما نشر وما قال إنه هي لشخصية معتبرة بالطائفة الدرزية. التسجيل للأسف شيء مخزي وشيء محزن إنه إني بثه، لأنه هذا الشيء أبدا لا يمكن إني أعمله. بس أغلبكم أكيد سمعوا وعرف فيه، لأنه ما ضل حدا يعني بسوريا بالذات وما تحرك عنده شيء بخصوص هذا التسجيل الصوتي. التسجيل الصوتي هو عبارة عن شتم ومسبة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، محمد المصطفى، يلي ما في طائفة وما في ملة إلا ما يعني إله عندها قدسيته، إله عندها المكانة التي يستحق أن يكون بها محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أكيد كلياتنا بسوريا وبرات سوريا وحتى الإنسان المسلم هذا الشيء بيزعجه وبيأثر بنفسيته. بس الشيء اللي بدي أقوله إنه نحن دائما ما لازم نعمم يا جماعة، ما لازم نعمم. يعني في فئة للأسف الشديد بمجتمعنا عندها هاي القصة إنه التعميم، إنه مثلا حدا من الطائفة الفلانية غلط أو أخطأ بنعمم على الطائفة كافة. لا أبدا ما بصير هذا الشيء، ولا يصح. إنسان غلط كائنا من كان من أي طائفة كانت هو اللي بيحمل نتائج غلطه، وهو بيتحمل مسؤولية الأمر اللي قام فيه. أبدا هذا الشيء ما بيمس الطائفة كاملة، وما بيمثل طائفته، بيمثل نفسه بأي تصرف كان إيجابي وإن كان سلبي. نحن عنا مشكلة إنه إذا كان إيجابي إيه تمام، هذا لأنه من الطائفة الفلانية والعلانية فهو هيك أخلاق الطائفة وهيك أخلاق. وإذا أساء أو كان مسيء كمان منعمم منقول هذا لأنه هذا من هاي الطائفة ومن هاي تابع لهي الملة فهن هيك. الشيء اللي بدي أقوله باختصار شديد إنه بتمنى إنه نحن كسوريين بقى نترقى ونترفع عن التعميم، عن منطق التعميم، ونخص فقط الشخص المسيء ونطلب ونطالب بمحاسبته وبإقامة الحد عليه. يعني إذا بدنا نستمر نعمم بالأخطاء على طوائف موجودة أو ملل موجودة أو مذاهب موجودة، فهذا الشيء ما بيجيب خير للبلد أبدا. بالعكس ما بيجيب إلا القتل والدمار والتهجير من أول وجديد. نحن بدنا نوقف هاي القصة مني ومنكم ومن كل إنسان واعي ومثقف ومحترم وخلوق، إنه نقول دائما نرفع بالصوت العالي إنه يجب محاسبة كل إنسان على أفعاله وأعماله دون المساس بطائفته أو دينه أو مذهبه. كل إنسان مخطئ، كل إنسان مصيب هو يتحمل نتائج أفعاله. الرحمة لأرواح الناس اللي فقدت روحها، إن كان من الأمن العام إن كان من الناس العاديين. الحقيقة شيء مؤسف، شيء محزن للأسف إنه نحن بسوريا طلبنا الحرية وطلبنا الكرامة ولساتنا لهلأ بعدنا عم نتقاتل ونتصارع مع بعض. ما بعرف ليش، مع إنه السبب زال والمسبب راح. ليش نحن هلأ لساتنا بهاي العقلية وبهذا الموضوع بعدنا عم نتناحر فيه؟ ما بعرف. الله يهدي النفوس يا رب ويصلح الحال ويرجع كل إنسان لعقله ولحكمته ولمنطقه، لأنه هاي القصص، هاي الفتن، هاي المواضيع ما خير لبلدنا وما بتجيب خير لا لنا ولا لأطفالنا ولا لمستقبلنا بسوريا أبدا. هذا الشيء بجرنا أمور لا يحمد عقباها أبدا. بتمنى صوتي ورسالتي توصل للناس العقل، للناس الضميرة صاحي، ونفعل كلياتنا نحن كسوريين كلياتنا. هذا الأمر حرام يضيع الجهد اللي انبذل والشيء اللي ضحى فيه خلال 14 سنة بهاي القصص يلي لازم كلياتنا نحن السوريين إنه
يكون وعينا وفهمنا وفكرنا مختلف تماماً عن الشيء اللي صار بتجارب سابقة ببلدان كلياتنا بنعرفها لحديت هلأ ما استتب الأمن فيها، لأنه فيها نزاعات طائفية ونزاعات دينية. النزاعات الطائفية والدينية أبداً ما بتخلي المجتمع يعيش بسلم وأمن وأمان نهائياً، بالعكس بيزيد الشحنة وبيزيد الفرقة وما بيجيب الخير للبلد أبداً. لازم نكون واعيين بفكرنا، بأخلاقنا، بمعتقداتنا. المخطئ يحاسب والمصيب بيتم مثل بقولوا التربيت على كتفه، لأنه هذا الشيء يلي بيقوينا وهذا الشيء يلي بيرفع من شأن بلدنا. ابقوا بخير وبصحة وبعافية جميعاً. بتمنى رسالتي توصل للجميع وتكونوا بخير. سلام.